طبعا الكل بيحب البسبوسة كبار وصغيرين، ولكن ساعات بتفشل منك. لو البسبوسة بتفشل منك يبقى الفيديو ده ليكي. هقولك كل أسرار البسبوسة، سر تسويتها، سر طريانها، كل حاجة. شايفة ايه البسبوسة طرية ازاي ومرملة وجميلة، وكل ده بدقيق السميد العادي مش بدقيق الأكياس. بدقيق السميد العادي هتعملي صينية بسبوسة أحلى من اللي عند الحلواني، وهتوفري مبلغ وقدره. ممكن تشتري بيه صينية البسبوسة من بره. النهارده هنعمل البسبوسة السادة في البيت بطريقة سهلة جدا جدا جدا، بدقيق السميد العادي الناعم في البيت، بمقادير موجودة ومتوفرة في كل بيت. هقولك كل الأسرار لنجاح البسبوسة، مش هتفشل منك تاني أبدا أبدا أبدا. الطريقة دي لو عرفتيها هتعتمديها في كل مرة تعملي فيها صينية بسبوسة، وكل الناس هتاخدها منك الطريقة دي وتقولك انتي عاملة البسبوسة دي ازاي، ومش هيصدقوا ابدا انك انتي عاملاها في البيت. تابعي معايا الفيديو للنهاية علشان تعرفي مقادير البسبوسة واسرار نجاحها، واسرار نجاح العسل بتاعها، وقد ايه كمية العسل. كل الاسرار هتعرفيها في الفيديو ده، وتابعي معايا الفيديو للاخر علشان تعرفي التفاصيل كلها. يلا بينا نبدأ الفيديو. بسم الله الحي القيوم. ونقول المقادير. المقادير بتاعتنا هتكون كوبايتين دقيق سميد. هنحط دقيق سميد من دقيق سميد العادي، تمام، اللي هو بيتباع عند العطار السايب. بصوا انا هنا هوريكم الاول قبل ما نبدا كده ايه المقادير بتاعتنا. قطعه كده من البسبوسه وهي لسه طالعه سخنه، يعني هي لسه طالعه سخنه، شايفين طريه كده ومرمله. بصوا شايفين طريه جدا مرمله جدا، تحفه قوي يا جماعه. جربوها تعجبكم باذن الله. الطريقه دي يعني انا معتمداها من سنين. طريقه سهله جدا ومكوناتها متوفره في كل بيت، ولا ما نحطلهاش زبادي ولا اي حاجه. لا هوريكم احنا بنحط لها ايه. تابعوا بس معايا الفيديو وانتوا تشوفوا ايه هي المقادير المظبوطه. احنا قلنا ايه؟ قلنا هنحط كوبايتين دقيق من مج الشاي العادي، بمج الشاي العادي، تمام. احنا كده مقاديرنا كلها تبقى سهله جدا، اي حد يقدر يعملها، واي حد يقدر يجهز المقادير دي. اي مج هتشتغلي بيه يبقى هتشتغلي بيه في كل حاجه، تمام، حتى العسل. اوكي اوكي. انا معايا هنا كوبايتين دقيق سميد بالمج اللي احنا اللي معايا ده. لو انت اشتغلت باي مج تاني غير ده يبقى هتشتغلي بيه في كل حاجه، تمام تمام. بس يكون انت عارفه مقدار اللي انت تعمليه للصينيه بتاعتك قد ايه. اوكي اوكي. انا هحط هنا في صينيه اللي هي الوسط بتاعه القالب المستطيل. اوكي اوكي. انا حطيت هنا كوبايتين دقيق سميد، وهحط لكل كوبايه كيس فانيليا. لو انت عندك جوز الهند هتحطي معلقه كبيره جوز الهند، وكيس فانيليا واحد. لو ما عندكيش يبقى هتحطي كيسين فانيليا زي ما انا حطيت كده، عشان انا ما عنديش جوز الهند. يبقى هنخليها بسبوسه بالفانيليا، تمام، من غير جوز الهند. نفس المج بقى اللي انا حطيت بيه السميد هحط بيه نص كوبايه سكر، تمام، نص كوبايه سكر سكر حبيبات عادي بس يكون ناعم كده، تمام كده تمام. احط كمان معلقه بيكنج باودر صغيره، احط كمان معلقه بيكنج باودر صغيره. يبقى لكوبايتين دي السميد احط معلقه بيكنج باودر صغيره. بيكنج باودر بيخلي البسبوسه تتنفس كده وتعلى شويه معانا وتبقى حلوه يعني كده، ما تبقاش كده ماسكه كده في الصينيه ومش حلوه، تمام تمام. احنا عملنا قبل كده دقيق البسبوسه اللي هو البسبوسه اللي هي الاكياس، هحطه لكم في صندوق الوصف للي عايز الاكياس. احط كمان 3 معالق سمنه كبار من اي نوع سمنه انت بتحبيه. لو عندك سمنه بلدي يبقى حلوه جدا، ما عندكيش يبقى هتحط اي نوع سمنه نباتي او زبده، تمام. السمنه او الزبده هتكون بدرجه حراره الغرفه علشان تقدري تبستيها مع الدقيق البسبوسه، تمام تمام. هن هنبس كده دقيق البسبوسه كويس قوي بالسمنه، ولغايه ما كل حبيبات الدقيق بتاع البسبوسه او دقيق السميد تتغلف بالسمنه او الزبده. هيبقى معايا زي ما انتوا شايفينه كده عامل زي حبيبات الرمل. هجيب كوبايه حليب دافيه، تمام، هدفيها على النار وهجيبها
وهحط منها انا هحط كوبايه الحليب كلها بنفس المج اللي انا عبيت بيه دقيق البسبوسه والسكر، هحطها كلها على المقدار بتاع السميد ده، وهقلبها بس. يعني هقلب بس كده على بعضه، مش هعجن بقى خلاص انا كده، ولا هبس ولا هعمل اي حاجه. هلم المقدار كده على بعضه زي ما انتوا شايفين وخلاص. شايفين هي طريه ازاي؟ ما تقلقيش خالص، هتطلع معاكي بسبوسه طريه جدا وزي السكر. بس انا بقى جبت ايه الصينيه زي ما قلت لكم اللي هي الوسط، وهحط فيها بقى ايه المقدار بتاع البسبوسه، وهخبزها على درجه حراره 200. تمام. في فرن الكهرباء فوق وتحت. طيب انا عندي فرن البوتاجاز يبقى انا هشغل على درجه حراره 200 برضو، بس تحت بس. واحط في الرف الاوسط، مش هحطها على الرف اللي تحت، هحطها في الرف الاوسط في فرن البوتاجاز العادي، وهشغل تحت بس. وبعد ما الاقي الجوانب بتاعه البسبوسه اتحمرت كده قدامي، يبقى كده خلاص هي من تحت اتحمرت، يبقى هطفي تحت وهشغل فوق الشوايه تاخد بس وش تحمير، واقف جنبها ما اروحش في اي حته لغايه ما يتحمر وشها، وبعد كده اخرجها على طول من الفرن. تمام. تمام، ما نسيبهاش في الفرن اللي هو الغاز، علشان هتنشف لو احنا سيبناها لغايه ما تاخد اللون اللي تحت واللي فوق مع بعض، هتنشف. تمام. تمام. بعد كده هنخرجها. انا معايا هنا ايه كوبايتين سكر بنفس المج اللي انا عملت بيه دقيق البسبوسه، وحطيت عليهم كوبايتين ميه، وحطيتهم على النار مع نص ليمونه ومعلقه عسل كلوكوز. ما عنديش عسل كلوكوز يبقى مفيش مشكله. واول اما ابتدى يغلي العسل سبته 5 دقايق، وبعد كده طفيت عليه النار. البسبوسه سخنه والعسل سخن، البسبوسه سخنه والعسل سخن. ده تاني سر من اسرار البسبوسه بعد بس البسبوسه بالسمنه. حطيت العسل سخن على البسبوسه وهي سخنه، وبعد كده غطيت الصينيه. وده تالت سر في اسرار نجاح البسبوسه، اللي هو نغطي الصينيه بعد ما نسقي بالشربات. وبعد كده لما تهدى شويه هنبدا نقطعها ونحط بقى ونزوقها من فوق زي ما احنا عايزين. ممكن نحط شويه جوز الهند كده على كل قطعه، او نحط كريز. انا النهارده هحط كريز، هغير شويه في التشكيل وهنشوف مع بعض. او تحطي اي حاجه ولادك بيحبوها، لو هتحطي بندق او سوداني ممكن تحطي ده قبل استواء. عفوا. البسبوسه طلع طريه جدا يا جماعه وتحفه جدا، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. ولو انت وصلتي لغايه هنا معايا يبقى انت كده ايه لو انت لسه ما اشتركتيش يبقى انزلي اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعشان تبقي كده ايه معانا في القناه، واكتبي كومنت حلو، وكمان حط لايك وشيري الفيديو عشان يوصلك كل جديد بعد كده. وكمان لو انت من المتابعين الحلوين الامارات يبقى هتكتبي كومنت حلو كده علشان تشجعيني، وكمان تحطي لي اللايك الحلو بتاعك. وكمان تعملوا البسبوسه دي هتطلع حلوه جدا 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 وهتعجبكم، وطالعه مرمله وطالعه طريه وطالعه مسكره وطالعه حلوه قوي. جربوها على ضمانتي هتعجبكم جدا. شايفين حلوه قوي. لو انتوا عايزين بقى عايزين ايه لو انتوا عايزين البسبوسه المكرمله اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم البسبوسه المكرمله. تمام. شايفين جمالها؟ يلا الى اللقاء في فيديو جديد. مع السلامه.